طيب بما ان الموضوع مستفز فحاول اختصر كام نقطة كده بكل احترام وادب. كابتن حسام، منتخب مصر خسر. انت طلعت صرحت، قلت في ناس كتير مش عايزانا نكسب. ايه ده؟ ناس كتير ايه؟ يعني الكرة كانت بتبقى مع منتخب مصر مثلا وحد كان بيطلع بيخش ياخد الكرة ويجري. ما فهمتكش. احنا الفراعنة، ماشي. احنا بعبع افريقيا، ماشي. احنا السبع بطولات، ماشي. وبعدين التامنة كانت معاك، وديتها فين؟ ما فهمتش. يعني التامنة كانت معاك، وديتها فين التامنة؟ كابتن حسام، المنتخب ما جاش، احنا ما لعبناش اصلا. خلينا صراحة، احنا ليه هنكدب؟ هو احنا ما بنشوفش يا كابتن حسام؟ اذا كان كنا في الاستاد او بنتفرج على الماتش في تلفزيون ولا حاجة، ما بنشوفش احنا؟ سبحان الله يعني. خسرنا نسكت، ما ندخلش الدنيا ببعضها. كابتن ابراهيم طالع بيقول لك احنا كنا قاعدين في بنسيون. بنسيون ايه يا كابتن ابراهيم؟ ما فيش بنسيون في المغرب حضرتك. الكلمه دي اتلغت اصلا من القاموس. بنسيون ايه حضرتك؟ اصل احنا ما عرفناش ننام كويس. ايه التصريح ده؟ فين المشكله؟ انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ منتخب مصر ما جاش، ما لعبش. اول هجمه عملناها في الدقيقه 92. فين التصريح اللي المفروض يتقال؟ خسرنا خلاص ومش عارفين نتكلم ولا نقول حاجه، نسكت. هندخل الدنيا ببعضها ليه؟ البنسيون قال. يا شيخ،